انا مش مصدقه ان انت لسه بتسلقيها، ولما اولادك يحبوا ياكلوها بتنزلي انت وتشتري لهم الطبق الواحد ب 35 جنيه. حط المكرونه على الشعريه. ولو قلت لك ان انت هتعملي اكتر من 20 طبق يبقى انا والله بكذب عليكي، لان هتعملي كميه كبيره جدا بكوبايه شعريه وكوبايتين مكرونه. تعالي بقى شوفي الجديد واحكمي بنفسك. وقبل ما ابدا الفيديو، الله يسعد قلبك يلا تحطوا لي لايك للفيديو وتحققي كل اللي بتحلمي بيه. قولوا امين يا حبايبي. وفي الاول بقى انا جبت هنا حبتين من البطاطس، وبدات ان انا اقطع البطاطس بتاعتي لمكعبات تكون صغيره بالشكل ده وسبتها على جنب. معايا هنا 3 حبات من الطماطم، شلت الجزء اللي فوق اديتها شق وضفت عليها ميه مغليه. وكمان هنا معايا 4 حبات من البصل، بدات ان انا اقطع البصل بتاعي لجوانح، بس جوانح تكون ناعمه وخفيفه بالشكل ده. هسيب بقى البصل بتاعي على جنب كده في طبق، وبعد كده هبدا ان انا اضيف عليه رشه من الملح وامركه مع الملح كويس واسيبه برده. ما هنا كمان الطماطم بتاعتي كان القشره بتاعتها ثابت بمنتهى السهوله، وبدات ان انا اقطعها زي مكعبات صغيره زي السلطه بالظبط. في حله بقى وفيها 4 معالق كبار من الزيت، وهبدا ان انا انزل بالبصل اللي طبعا نزل الميه بتاعته لما ضفت عليه الملح وسبته بس لمده دقيقتين. اول ما ياخد معايا اللون الذهبي ده ببدا ان انا اخرجه في نفس الحله بالظبط. هبدا ان انا انزل عليه بالشعريه. وطبعا انا هنا استخدمت كوبايتين 2 من الشعريه، انت بقى ممكن تزودي او تقللي زي ما تحبي. هديها بقى تشويحه كده لغايه ما تاخد اللون الذهبي المظبوط بالطريقه دي، وهنزل عليها بنفس الكوبايه كوبايتين 2 من المكرونه. بنزل بكوبايتين المكرونه وافضل بقى ان انا اشوح في المكرونه مع الشعريه لغايه ما تتشوح معايا وتتشمع. وبعرف منين بتغير لونها للون الابيض الفاتح اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. خلاص كده معايا هنا كمان كوبايتين ونص من الرز، غسلاهم ومصفيهم كويس جدا. ده رز اللي هو المصري العادي. ببدأ ان انا اضيفه واديه برضو تقليبه لغايه ما كله يتشمع معايا. وكنت بقى في الاول جبت هنا كوبايه من العدس بجبه، وبدأت ان انا انقيها، وكمان ابدأ ان انا اغسلها مره واتنين لغايه ما تيجي الميه بتاعتها صافيه تماما. وبعدين هضيف عليها ميه مغليه لمده 5 دقايق بس. هتلاقي ان حجمها اللهم بارك زي ما انتم شايفين الضعف كده. بضيفها كده على باقي المكونات واديها برضو تشويحه حلوه قوي. وما بضيفش اي مكون تاني لغايه ما العدس يتشوح معايا، لان العدس مهم جدا ان هو يتشوح ويتشمع معايا. واخر مكون معايا هو المكرونه الاسباجيتي. طبعا لو مش متوفره عندك استغنى عنها مفيش مشكله، وممكن تستخدمي اكتر من نوع في المكرونه من اللي انا ضفتهم. هديها برضو تشويحة كده، وبعدين بقى ننزل بالتوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتي يا حبايبي هي عبارة عن معلقة من الكزبرة، كمان معلقة من الكمون، وبظبط الملح بتاعي. ننزل بقى نضيف المية كده، المية يدوب كده تغطي المكونات بتاعتي، ما تزوديش في كمية المية عشان يطلع معاكي مفلفل. وسيبيه بقى يستوي، واول ما يبدأ ان هو ياخد غلوة هدي النار تماما. في الوقت ده بقى انا جبت حله وفيها معلقه من الزيت، ونزلت عليها بمعلقه صغيره من الثوم المفروم، وهبدا ان انا انزل بالطماطم اللي انا قطعتها لمكعبات. معايا هنا كمان معلقه من هريسه الشطه، وضفت هنا كمان معلقه من الكمون، معلقه من الكزبره، معلقه من الخل. وسبتهم لغايه ما يقصروا معايا بالشكل ده كده. تمام اوي كده. دلوقتي بقى هبدأ ان انا اضيف اللي هو الصلصة دي، الصلصة اللي احنا مخزنينها مع بعض. ولقيت ان هي محتاجة توابل فضفت عليها توابل تاني، وظبطت الملح بتاعي وضفت معلقة من السكر. وسبتها لغاية ما تستبك مع بعض. اول ما استبكت معايا ضفت عليها المية وسبتها تغلي، وبكده تكون الصلصة بتاعتنا بقت جاهزة. حله تانية فيها معلقه من الزيت، عليها معلقه صغيره من الثوم المفروم، بطشها كده بنص كوبايه من الخل، وازود الميه واظبط الملح بتاعي، واضيف عليها معلقه من السكر وكمون وكزبره. وبكده تكون خلطه الثوم بقت جاهزه معايا. وادي ما شاء الله اللهم بارك كل مكون مفلفل زي ما انتم شايفين. الشعريه تاخديها بالحبايه، والرز نفس الوضع، والمكرونه نفس الكلام. مفيش اجمل من كده. تعالوا بينا نقدم الغدا. واظن الوجبه دي حلوه جدا طول الشتاء. وجبة اقتصادية بدون فراغ بدون مجهود بدون فرن. مفيش اي وقت ولا مجهود فيها تماما. قدمته كده وزينت بيه البصل، وكمان قدمت الصلصة، وقدمت اللي هو تتبيلة التوم او خلطة التوم. وادي البطاطس بتاعتنا قمر. اظن بقى بعد المنظر القمر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده والطريقة السهلة البسيطة، تسلم ايديك يا لولا. ما تنسوش تقيموا الفيديو وتقولوا له تدوا له كام من 10.